هو تفتكروا الفعل بيبقى اكتر ولا النتائج بتبقى اكتر؟ يعني ايه اللي بياخد وقت اكتر في حياتي، الفعل في الاستمراريه ولا النتيجه اللي انا بوصل لها في النهايه؟ فهلاقي دايما ان انا باخد الفتره الطويله في الاستمراريه في العمل، وفي الاخر تحقيق الهدف ده ما بياخدش وقت طويل. احنا للاسف في ناس بتبقى فاكره ايه، ان انا هعمل بزنس النهارده فانا الصيف الجاي ده انا هصيف في الجونه مع ساويرس. مش كده؟ النتيجه سريعه، انا هكون في الجونه مع ساويرس الصيف الجاي. لا، هو الفعل كتير، تمام، والنتائج في الاخر هي بتكون الفتره الاقل. زي بالظبط فكره الجيم، الناس اللي بتحب تروح الجيم هتلاقي ان هم بيروحوا فتره وبعدين يبطلوا. ليه بتروح فتره وبعدين يبطل؟ لان هو بيبقى حابب النتيجه، هو حابب شكل الفورمه اللي هو عايز يعملها، مش حابب فعل مروحه الجيم وتعبه في الجيم والمجهود اند سو اون. فاحنا لازم عشان نبقى فعلا داخلين بزنس صح، لازم نبقى بنشتغل عشان الفعل، احنا حابين الفعل ده، حابين فكره البزنس، مش حابين الفلوس اللي بتيجي منها. طب لو انا حابب الفلوس اللي بتيجي منها بس، لا هتعب ومش هلحق اوصل للنتيجه. وعشان كده بتلاقي ان في مشاريع كتير قوي بتبدا في الاول حلوه جميله، وبعدين بتلاقي ان اصحابها حتى لو بتكسب اصحابها ما بتقدرش تكمل، لان هو مستعجل النتيجه، انا عايز نتيجه دلوقتي، عايز اشوف نتيجه كويسه، يا اما مش قادر اكمل.